اخيرا خدمة الابل باي اشتغلت في مصر. تقدر دلوقتي اللي انت تضيف كل الكروت البنكية بتاعتك على الوالت في الابل باي ايفون، عشان تقدر تعمل عملية الدفع عن طريق الموبايل، بدل ما تبقى ماشي باكتر من حساب بنكي او اكتر من فيزا معاك في المحفظة. لا، انت دلوقتي تقدر اللي انت تفتح موبايلك وتحاسب من موبايلك، مجرد ما تختار ايه هي الفيزا اللي انت عاوز تحاسب بيها. طبعا في ناس كتير قوي كانت مش عارفة تضيف الفيز بتاعتها، لان الخدمة دي لسه نازلة، وفي بعض البنوك لسه بتشغل الخدمة عندها وبتعمل ابديت للابليكيشنات بتاعة البنك علشان خاطر الخدمة تشتغل وتقدر اللي انت تضيف الفيزا. في ناس بتحاول تيجي تضيف الفيزا بيدي معاها ايرور، بس دلوقتي تقدر اللي انت تضيف فيزا بتاعت بنك مصر، تقدر تضيف فيزا بنك الاهلي وسي اي بي، سواء هي فيزا ديبت او ميزة، تقدر تضيف دي او دي عادي، مفيش اي مشكلة. وكمان تقدر اللي انت تدفع عن طريق ابلكيشن ماي وي، تقدر برضو تدفع عن طريق خدمة ابل باي. تمام، تعالوا معايا هقولك ازاي تضيف الطريقة. طبعا انت بتفتح وولت. تمام، اول لما بتفتح الوولت بتلاقي فوق كده علامة زائد، بتدوس عليها وبتعمل اسكان على الفيزا، بياخد بيانات الفيزا. مجرد ما بتدوس نيكست بيجيب لك كود عن طريق الرقم اللي انت مسجل بيه على البنك. مجرد ما بيجيب لك الكود ده بتكتبه او هو بيكتب لوحده، بتدوس نيكست، بتفعل كده معاك الفيزا عن طريق على طريق الابل باي. ساعتها بتشتغل عن طريق الفيس اي دي، يعني انت كل بياناتك محفوظه، مفيش حد يقدر اللي هو يخش يهكر حاجه، او يقدر اللي هو يخش يشتري حاجه بموبايلك لو هو اتسرق او لو حصل فيه اي مشكله، لان هو مش هتقدر اللي انت يدفع اي حاجه بالفيزا غير عن طريق الفيس اي دي او الباسورد بتاع تليفونك. بس كده. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرف ازاي تقدر اللي انت تضيف الكروت بتاعتك على الابل باي.